وبعدها بكم حلقة جاء المشهد الشهير واللي الحلقة صارت تتسمى باسمه، اللي هو مشهد الأسانسير اللي جمع الفنان محمد المنصور والفنانة إلهام الفضالة. وهنا صار اللي صار، مشهد صريح بين زوج الأخت وأخت الزوجة. صحيح ما شفنا وش اللي صار بالضبط بينهم، وكل واحد فسر اللي صار على هواه، لكن الأكيد اللي وصلنا إنه صار تجاوز بينهم. المشكلة إن المشهد جاء بدون تمهيد، بدون بناء نفسي، بدون ما يحسسك إن الشخصية ممكن توصل لها التصرف. مشهد صدم ناس كثير، والمشهد حرفيا قلب الجمهور، والأغلب اعترض عليه بشدة. ليش سويت كذي؟ ليش؟ عمري ما راح أسامح نفسي. ليش؟ عادي، انت خايفة وحسيت انت بنت شاحة ولميت. بس ما بتذكر. ولا أنا ما بتذكر. الكاتبة هبة مشاري حمادة لما سألوها بعدين عن مشهد غرفة النوم والأسانسير قالت أنا معترضة أساسا على تصوير هالمشهدين، وأم طلال الفنانة سعاد عبد الله تدري فيهم وتدري وش كنت أنا كاتبة بالضبط بخصوص هالمشهدين، وهذه رؤية المخرج وهو اللي يتحمل مسؤولية الشكل اللي طلع فيه المشهد. وأعلنتها صريحة وقالت أنا متبرية من المشهدين كصورة مو كنص مكتوب. لكن خلونا نتناقش شوي مع بعض. مدري معقولة تصير مشاهد بالحساسية بدون موافقة الجميع، خصوصا أن العمل تحت إشراف فنانة بحجم سعاد عبد الله وكاتب بحجم هبة مشاري حمادة. هذا المشهد هو الشرارة اللي قامت عليها القصة كلها، منا بدأت عاطفة اثنيان اتجاه نادية، ومنا صار الطلاق، ومنا انهدم البيت بالكامل. فكيف يكون مشهد أساسي بهالقوة خارج مسؤولية الكاتبة؟ لكن مجرد أن هبة تطلع وتتبرى من المشهدين، هذا بحد ذاته تأكيد أن المشهدين فعلا أزعجوا الناس، مو مبالغة ومو حساسية زايدة من الجمهور. وبعد لازم نكون منصفين، ممكن هبة مشاري لما طلعت وتبرت من المشهدين ممكن تكون اشترت خاطر الناس، أو حست فعلا المشهدين ما كان لهم داعي بهالشكل، وهذا بصراحة يحسب لها، لأنه مو كل كاتب يعترف إن في شيء ما كان موفق فيه. لكن هذا ما يمنع أبدا وما في أي مجال للشك إن العمل حقق نجاح كبير، وكان هو الأعلى مشاهدة في رمضان وقتها، وإلى الحين المسلسل ما زال يذكر والناس ما نسيته ويعتبر